حبايبي، جاي لكم فيديو جديد النهارده. عاملين مخلل بصل. طبعا هو لسه ما حدقش، يعني مش عارفه اطلع منه دلوقتي. فيلا كده نخش على الفيديو ونشوف احنا عملنا ايه. وقبل ما نبدا الفيديو هنسمي بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. يا حبايبي، هنا عندي بصل اهوت هحدقه. بصل يعني مش صغير قوي ومش كبير قوي، في من ده وفي من ده يعني اهو كده. انا نقعاه في ميه وملح. احنا دلوقتي بالليل وان شاء الله هصبح الصبح ان انا اقشره معاكم ونحدقه مع بعض. يا حبايبي، شايفين هنا الميه لونها وحش ازاي؟ نزلت كل الاتساخ اللي فيه واللون الاصفرار ده كله. وان شاء الله بقى هقشره واشطفه واحدقه ونشوفه مع بعضنا ان شاء الله. يا حبايبي، هنا المخلل بتاعنا اهوت ما شاء الله اهوت. يا رب يكون واضح. البرطمان طبعا مليان، وهنا شويه دول كده جم زياده عن البرطمان، فانا حطيتهم هنا مؤقتا يعني. طبعا انا غسلته ونضفته وانتوا شايفينه كده، كان بقشره وكان مطلع ميه ما شاء الله يعني صفرة جدا ومش حلوه خالص. غسلته كم مره. وهنا فتحت البصله اهيت من جنب كده على يا رب يكون واضح، عشان انا عايزاه يحدق يعني اسبوع 10 ايام ان شاء الله يتاكل ويبقى حلو. طبعا انا غليت الميه عشان تبقى متعقمه وحلوه، وحطيت 5 معالق ملح، معلقه ونص سكر كبار، عصره ليمونه، فصين توم، اللهم صل على حضرة النبي، قرنين فلفل احمر بس حلو مش حراق، اللي عايز يحط حراق براحته. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وفضلا وليس امرا الاشتراك والمتابعه واللايكاتكم الحلوه وكومنتاتكم الجميله كده اللي زي قلبكم. ويا رب اشوف وشكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.